الحملة وأهمية مشاركتك في الحملة إيه؟ أنا عرفتها عن طريق الفيسبوك، وطبعًا اهتميت جدًا إن أنا أشترك، لإن ده هيزوّد الصناعة المصرية، وإحنا شايفين طبعًا إن الصناعات البلاد التانية بقت منتشرة عندنا في بلدنا، زي الصيني حتى الهندي والتركي والسوري، فإحنا طول عمرنا عندنا يعني أيدي عاملة وبنصدّرها، فإحنا أولى بيها. إيه الحاجات اللي حضرتك بتحبي تعمليها وهل ده عن هواية والّا دراسة؟ لأ، هي هواية وهي إكسسوارات handmade. إيه الخامات اللي حضرتك بتستخدميها؟ أنا باستخدم الأحجار والسلك، والأحجار بقى المختلفة زي اللولي والفيروز والمرجان والحاجات دي. والناس بتعرف إزاي عن الحملة؟ الناس بتعرفها، أنا بالنسبة لي عرفتها عن طريق الفيسبوك. طب وهل الأسعار في متناول الجميع؟ والله هي الأسعار كويسة جدًا، بس الناس مش عارفة قيمة الأشغال اليدوية لغاية دلوقتي، فبتستغلها. فإحنا نفسنا عايزين نصدّر زي ما البلاد التانية بتجيب لنا شغلنا هنا، إحنا كمان عايزين نصدّر. البلاد التانية هتشوف شغلنا وهتقدّرها أكتر. كلميني عن الحاجات اللي أنتِ مشتركة بيها في الحملة. أنا مشتركة بالفرعوني طبعًا أولًا ده الحاجة الأساسية عندي، لإن حُبّي للفرعوني حاجة تانية وعشقي حضارتي المصرية الفرعونية الجميلة، اللي باطالب بيها كل المصريين، أتمنى إن كل واحد فينا وفيهم إن هم يقتنوا قطعة واحدة فرعونية في بيتهم، عشان ولادنا وولادهم لمّا يطلعوا يحسّوا بقيمة الحضارة المصرية، أنا مش عايزة أستنى السايح الأجنبي هو اللي ييجي يحسّسني بقيمة تاريخي، لأ، إحنا تاريخنا عظيم ولازم نحسّس ولادنا والجيل اللي طالع الجديد نقول له دي حضارتنا عظيمة، حضارة مصر الفرعونية اللي الكل بييجي من آخر الدنيا علشان يقتني قطعة و2 و3 ياخدها معاه هدية في دولته، فإحنا اللي نفتخر بحضارتنا، ويا ريت أتمنى كل المصريين يتعلموا الحرفة دي، حرفة جميلة جدًا وهواية جميلة جدًا ولكل ربات البيوت كمان. كلميني عن الخامات اللي بتستخدميها والخطوات. القطعة اللي في إيدي دي قطعة نفرتيتي تمام. أولًا الخامات كلها خامات مصرية وخامات بسيطة جدًا، لمّا بتتجمّع مع بعض كلها بيستنبق، يعني هي بيبقى ليها خطوات، والخطوات دي ما بتاخدش وقت كتير إن أنا أطلّع المنتج بالشكل ده في البيت، أنا ورشتي في البيت مش في مكان برّه، فالموضوع سهل جدًا مش صعب، وحاجة جميلة جدًا ومش مكلفة، مش مكلفة نهائي بالعكس. الأسعار في متناول الجميع؟ جدًا، 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 يعني أسعارها لا تُذكر، يعني حاجات بسيطة جدًا، ومن مشروع بسيط تقدر الست البيت إنها تعمل دخل لبيتها ولأسرتها، يعني دخل كويس جدًا، مع إن إحنا المفروض بقى نروّج الشغل الفرعوني ده للمصريين، أنا مش عايزة أروّجه للأجنبي السايح، لأن السايح عارف حضارتي وقيمة حضارتي، إحنا عايزين نحسّسه لولادنا وللمصريين كلّهم وللشباب والجيل اللي طالع، نقول له هي دي حضارة مصر هو ده الخير اللي هم سايبينه لنا. صنع في مصر هو حلم لكل مصري ان هو يلاقيها على كل المنتجات اللي بيستخدمها، ولو سافر بره يلاقي ان في الاسواق اللي بره صنع في مصر، حلم مهم جدا. احنا معانا استاذه انتصار صلاح احمد صاحبه حمله قومي يا مصر من اجل تشجيع الشباب للنهوض بالصناعه المصريه. نورتي استوديو صباح المحروسه يا استاذه انتصار. اهلا بحضرتك، وحابين حضرتك تكلمينا ازاي جات لك فكره قومي يا مصر. قومي يا مصر. قومي يا مصر، تمام كده. أيوة. هي الفكره اساسا جات لي من ان انا كنت متابعه ناس كتير بيشتغلوا شغل هاند ميد على الفيس عندي، وفي ناس اصحاب بصفه شخصيه برضو عندي كتير ما شاء الله عليهم، شغلهم جميل جدا، وحاسه ان هم عندهم مشكله في التسويق، يعني هم مش عارفين يوصلوا المنتج بتاعهم رغم جودته ان هي عاليه جدا وفي ابداع كويس قوي في شغلهم. فكنت عامله الصفحه بهدف ان انا فعلا اطلع المنتج المصري، وبهدف ان انا اصدر المنتج المصري ده بره مصر، ان احنا كناس بنستورد من الصين وبنستورد من تركيا وبنستورد من الهند، وكل الدول دي مكتسحه الاسواق عندنا، وشبابنا اللي بينتجوا شغلهم قاعد في البيت.
لما انزل اي مول اي محل ما بلاقيش الشغل بتاعه، بلاقي كل الماركات اللي انت شايفاها دي سواء براندات او صيني. فانا عايزه كمصر، احنا كمصر نشغل المنتج بتاعنا، نسوق المنتج بتاعنا جوه مصر، وعايزه اسوقه كمان بره مصر. وطبعا ده مش هيبقى لوحدنا خالص، لازم فعلا يبقى فيه تكاتف وناس كتير تتعاون في الموضوع ده. طيب قبل ما اتكلم عن التكاتف، ليه اخترتي اسم قومي يا مصر؟ يعني عايزاها تقوم كلنا عايزينها عايزاها تقوم، عايزه بلدي فعلا تبقى اقوى من الاول. احنا كنا اقوياء جدا وحاسين ان احنا بلدنا شويه مش مظبوطه دلوقتي، عايزين نقف، مش هتقف غير بينا. يعني ايدينا مع بعض ان شاء الله بلدنا هتقف بإذن الله. قولي لي آلياتك لتنفيذ حلمك في حملة قومي يا مصر ايه؟ هي والله. الانترنت كان بس الاعتماد طبعاً بشكل رئيسي؟ الانترنت اول خطوه واول هدف كان هو اني اعمل الصفحه، وان الصفحه فعلا تاخد شعبيه قويه، والحمد لله يعني وصلنا 50,000 في خلال 3-4 شهور، وده عدد يعني كبير قياسي بالنسبه، لانه ما فيش حملات مموله ولا اي حاجه. كان مجرد الناس بتشير البوستات، والشغل بتاعي انا كان بيقوم على فكره انا لوحدي بس اللي في الصفحه، ما فيش حد معايا خالص. فكان كل شغلي فيها من صباحيه ربنا لغايه لما بنام ماسكه الصفحه، بهدف اني اعلي الصفحه دي واشغلها كويس جدا. والحمد لله وصلت لمرحله كويسه فيها. تاني مرحله او تاني خطوه عملتها هي خطوه ان انا عملت موقع على الانترنت، طبعا مش هقول اسمه. الموقع ده الهدف منه تسويق شغل المبدعين او المنتجين عموما بره مصر. يعني اساسي ان انا هوجهه لبره مصر، مش بتخاطبي الاسواق العربيه ولا الاسواق الاوروبيه؟ بدايه هبدا بالعربيه وبعدين هبدا اعمل انت موقع لسه هتبداي؟ انا شغاله في تنزيل المنتجات على الموقع دلوقتي. طب ولقيتي رد فعل؟ انت من الاول شغاله بقالك قد ايه ان انت تخاطبي السوق العربي؟ لا انا بخاطب السوق العربي في شغلي انا الخاص بيا من 14 سنه، فعندي قاعده عملاء وناس. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على حمله قومي يا مصر. بداتي تخاطبي السوق العربي من الاسواق، لسه دلوقتي في مرحله الصفحه اسسناها، بعد كده بدانا بالموقع، بنختار ناس شغلها كويس جدا عشان نقدر نطلع بيها بره مصر. احنا دلوقتي في مراحل التجهيز والاعداد للحمله دي او للبيع بره مصر. احنا دايما وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم ان النهوض بالمنتج المصري، عاده الصانع المصري بيبقى منتجه حلو جدا ورائع جدا في البدايه. اول ما يتسوق سنة التانية بيبدأ المنتج المصري في التراجع. حضرتك يعني ملمة بعدد كبير من الناس اللي بتشتغل في مجال الصناعة المصرية، يا ترى ايه أهم مميزات المنتج المصري؟ وبعد كده كلميني على يوم. المنتج المصري أهم حاجة إن هو بإيد ولادنا، تمام؟ وتاني حاجة فعلا عندنا شباب مبدعين وبيحرصوا على الجودة. فاحنا الابداع يعني بيبقى فيه فكره مختلفه، وقت ما هكون لابسه حاجه هتبقى مختلفه عن غيري، سواء اكسسوار هدوم او قطعه بحطها في البيت، مش اوفر زي البراندات. وفي نفس الوقت يعني انا ما اجيبش حاجه من الصين وادفع فيها 200 جنيه، طب ما انا اجيبها من جوه بلدي. لا هو يعني انت عارفه احنا عندنا المصريين قاعده مهمه جدا، الغالي رخيص. انا لما بشتري حاجه غاليه بتقعد معايا في دولابي سنين. انا بشوف في شنط المدرسه ايام زمان، افتكر وانا طالبه كانت الشنطه بتقعد معايا كتير. ده كان من حاجتين، الشنطه كانت بتبقى غاليه فالخامه بتاعتها كويسه، وانا كمان بحافظ على حاجتي. فحته الغلو هي من منطلق الغالي رخيص. لكن كلميني يا ترى هي الحاجات بتبقى كويسه ولا اسبوع 2 وتبتدي لو في الهدوم تفسر زي ما بنشوف شركات كبيره مصريه؟ يعني احنا بنسعى ان احنا عندنا ناس فعلا شغلها كويس. دي ناس فعلا اسمائها معروفه دلوقتي في السوق، وناس بتحاول انها توصل، تمام. في ناس تانية احنا عايزين ندربها. يعني انا بسعى كمان ان انا من ضمن اهدافي ان انا اخرع. فاكره محمد علي زمان كان بيطلع بعثات، طب احنا ليه دلوقتي ما نستفيدش من الشباب اللي عندنا اللي عايز يتعلم ده، نطلعه بره يتدرب في مصانع بره ويجيب لنا خبره من بره في حاجات معينه محتاجها سوقنا، ونبدا ننتجها جوه بلدنا. اعتقد يعني انت محتاجه في التعاون ده التعاون من الحكومه ومن المسؤولين. مش هيبقى مجهودك الفردي في تنسيق وارسال ولادنا ان هم يتعلموا من المدارس اللي بره. طب يا ترى طلبتي اي دعم من المؤسسات الحكوميه او المؤسسات على اختلافها؟ حاليا انا راسلت مؤسسات وراسلت شركات، بس للاسف ما فيش رد واضح ان انا لازم اروح بنفسي يعني. طب راسلتي امتى وازاي؟ يعني راسلتي عن طريق الانترنت؟ عن طريق المواقع بتاعتهم، عن طريق الايميلات. حاولت اعمل اتصالات، كان صعب جدا ان انا اوصل للمسؤولين نفسهم، دايما في سدود. فللاسف احنا وصول الافكار الجديده حتى بعد ثوره 25 يناير و30 يونيو صعب الوصول ان حضرتك توصلي للمسؤول بعرض فكره. صعب. وبعدين يعني اتمنى ان الاقي تجاوب والاقي تفاعل فعلا، لان الموضوع فعلا
يعتبر مشروع قومي ومحتاج كلنا نبقى ايد واحده ونقف فيه. فحته ان انا اشتغل لوحدي استحاله هعمل كل اللي انا عايزاه. والناس اللي ورايا انا معايا ناس بالالاف يعني ما شاء الله. لو تابعت متطوعين؟ الصفحه لا الناس بتنتج، ناس منتجه، شباب من كل محافظات مصر. فانا عايزه الناس دي تشتغل، عايزه الناس دي تنتج، عايزه الناس دي تكسب. فمش هينفع انا لوحدي يعني. انا فعلا محتاجه تكاتف شركات كبيره، محتاجه تكاتف الدوله، المسؤولين، محتاجه رئيس معانا ان شاء الله يكون معانا ويسمعنا. محتاجه فعلا كل الناس تقف مع بعض عشان نوصل بهدفنا اللي احنا عايزينه. قولي لي لما انت بتتواصلي من خلال الانترنت مع حد بينتج او بيسوق منتجاته، بيطمن لك كده وبيقول لك انا عندي منتجاتي 1 2 3، ولا بيتعامل معاكي بنظره ريبه وقلق ان انت جايه تاخدي منتجاته؟ لا بالعكس، ده يعني فعلا في ناس كتير قوي على الصفحه وعلى الاكونت الخاص بتاعي بيبعتوا لي شغلهم بمنتهى الحب ان انا اعرض لهم شغلهم واسوق لهم على الصفحه يعني. طيب مجرد انه يتحط على الصفحه ده حاجه كويسه بالنسبه لي. التسويق وبيتم ان انا لو عجبني حاجه من اللي انت حاطاها على صفحتك بتواصل معاكي وبيجي لي على البيت مقابل نظير شحن، ولا يكلميني اكتر عن الفكره؟ هو بالنسبه للتسويق المفروض ان انا لو انا هسوق لحد معين شغل، اول حاجه تكون في جوده في شغله. ثانيا يكون في التزام بمواعيد التسليم، ان انا طبعا بسوق فبناء عليه انت بتنفذ. انا بستلم الشغل قواسيط، تمام. براجع الجوده بتاعه المنتج قبل ما ابعته للعميل. يعني انا بالنسبه لي انا محطه الفصل اللي في النص، اللي هي الشغل هيجي لي مراقبه جوده. ايوه هو ده زي في المصانع كده. ايوه. فانا بالنسبه لي بحاول ان انا احافظ على الجوده اللي رايحه للعميل، خاصه ان انا بخاطب العملاء بره مصر. حابه ان انا صوره مصر بالنسبه لي تبقى كويسه. فالسيستم بتاعي هيبقى كده عموما مع كل الناس اللي هتشتغل معايا، ان انا لو الجوده مش مظبوطه هيرجع تاني لصاحبه. ده اساسي بالنسبه لي. بصراحه بقى عيوب المنتج المصري، عيوب المنتج المصري هو نقد ذاتي، مش انا بفسر. بصي احنا انا بعرف عيبي ايه او مشكلتي فين عشان ابتدي اعالجها. مشكلتي او عيبي في المنتج المصري ان انا بعتمد على خامات مستورده. يعني انا محتاجه ان انا لو اعتمدت على خامه مصريه منتج ما بيطلعش كويس. انا بقى محتاجه مصانع في مصر بتنتج لي خامات مصريه عاليه الجوده انا اشتغل بيها. زي ايه الخامات اللي حضرتك تقصديها؟ عندك الخيوط، لو استخدمتي في الكروشيه مثلا او تريكو او البلوفرات والحاجات دي، الخيوط المصريه هتلاقيها مع الوقت الوانها بتروح. مع الغسيل وتكرار الغسيل. الخرز المصري اللي بنستخدمه في الاكسسوارز والحاجات دي ما بيبقاش عالي الجوده، ما بيبقاش شكله حلو، فبنضطر نجيب من بره، وبالتالي منتجنا بيبقى اصلا اساسه مستورد وبنبيعه على انه مصري، فالدنيا بتبقى متضاربه والدنيا بتبقى غاليه. فانا حابه ان احنا بدل ما شغالين نطلع تصاريح لمصانع شيبسي وعصاير طلعوا لنا بقى تصاريح للخامات ارجوكم. ما هو انت بتقولي ان فعلا عندي خامات مصريه ولكن مستوى لا الجوده مش عالي. دي خطوتي او فكرتي ان انا عايزه اطلع ناس من عندي يتدربوا بره ويجيبوا لنا اسرار، لان الدول الثانيه وصلت لمرحله كويسه احنا بنستورد منها. طب ما انا ادرب الناس بتوعي واخليهم يجوا هنا يشتغلوا في بلدي ويدوني الاسرار دي ويفتحوا المصانع عندي في شغل كويس. فهي بصي مجموعه تروس كلها متصله ببعض يعني، فترس صغير مع ترس كبير مع كل ده هيجمع مع بعضه يبقى في النهايه مصر المنتجه. ده اللي انا عايزه اوصله، ان انا بلدي اروح في تركيا الاقي صنع في مصر، اروح بدل ما انا اللي بتهافت على منتجات تركيا والصين وامريكا والبراندات وي لا انا عايزه انا بلدي يبقى كل ده موجود عندي، وانا كمان اطلعه بره. لما اسافر بره اشتري منتج بلدي وانا مبسوطه. ده اللي انا محتاجاه. او اخده كهدايا. انت عارفه يعني عاده الاجانب كانوا بيحبوا يجوا مصر ياخدوا بعض الهدايا اللي بيقدموها، فبدل ما يبقى مكتوب على الهديه صنع في الصين تبقى صنع في مصر، بتبقى ليها معنى. متخيله يعني ايه شغل فرعوني وتحته مكتوب صنع في الصين؟ دي مأساة بجد. فوانيس رمضان ماليه مصر صنع في الصين. طب ليه؟ ما احنا موجودين، شبابنا زي الفل وعايزين يشتغلوا. انا عايزه احنا نوقف استيراد الحاجات اللي زي دي طالما احنا نقدر نعملها. قولي لي الشباب اللي انت بتتعاملي معاه، اهم المشاكل اللي يجي بيقول لك انا واجهني 1 2 3، غير ان الخامات الاساسيه اللي داخله في الصناعه المصريه ما هيش على القدر العالي من الجوده، وبالتالي الخامات المستورده هي غاليه جدا. وانا معاكي عشان انا واحده من الناس غاويه شغل الكنفا بشكل فظيع جدا. بروح اشتري الخيط الفرنساوي سعره عالي جدا جدا جدا. بقت الكنفا اللي هي هوايه عندي بتكلفني الافات كتير. تعملوا ايه؟ هي اول مشكله موضوع الخامات، وزي ما قلت لك حلولها دي مش في ايدين الشباب، دي في ايدين الدوله، صاحب التراخيص والمصانع ورؤوس الاموال. يعني ان انا بدل ما هعمل مصنع شيبسي او هعمل مصنع لتوفير حاجه معينه السوق محتاجها وهكسب منه برضه، اللي هو بدل ان انا اوفر الاهميه والاولويه للصناعات الاستهلاكيه انا ببتدي احط للصناعات المهمه اللي بتزود الدخل القومي. ابدا اتجه للانتاج.
هو ده اللي انا حابه ان احنا كلنا نتوجه ليه، ان احنا كفايه بقى استهلاك، كلنا كتير ولعبنا كتير، نبدا بقى ننتج ونشتغل ونعمل حاجه كويسه. دي اول حاجه. تاني حاجه هم محتاجين تسويق، كدوله تسوق لشعبها. بمعنى ايه؟ انا بلاقي دلوقتي المعرض السوري، المعرض الصيني، انا في مصر في معارض لدول كتير بتتعمل عندي، وده بيتعمل في كل الدول، هم مش بيعملوا كده في مصر بس. طب انا كمصر ليه ما اعملش ده في دول تانية؟ ليه انا ما اطلعش بشبابي دول وشغلي الحلو جدا اطلع بيه اسوقه بره، اعمل تسويق دولي لبلدي؟ دي اعتقد وزاره التجاره الخارجيه المسؤوله عن كده، ولا اي وزاره؟ هو انا عايزه ده يحصل، يتفعل ايا كان الاتجاه اللي ممكن او المؤسسه اللي ممكن تقوم بالكلام ده. احنا محتاجين نسوق لنفسنا دوليا كدوله بتنتج. احنا حتى ده هيروج السياحه مع الوقت، يعني لما اطلع منتجنا قادر على المنافسه. ما هو اصل انا قبل ما اخبط على باب اي مع التشجيع مسؤول كمان قادر. لما انا دلوقتي انا بعمل منتج عادي ابيعه جوه مصر وبشتغل بالخامات الموجوده، لو انا قال لي ان انت بعد شهرين منتجك ده هيتباع في فرنسا، في ايطاليا، في امريكا، انا هلاقي نفسي بنتج شغل اعلى في الجوده. ده اللي انا بسعى ليه. طيب احنا شفنا في التقرير، في بداية التقرير، مجموعة من الأنشطة اللي حملت قوم يا مصر. دلوقتي هنعرض جزء تاني لنوعية أخرى من الأنشطة. هنخرج نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع أستاذة انتصار. مشتركة بالحملة دي في ايه؟ مشتركة بميداليات وبأكسسوارز هاند ميد صلصال حراري. هي الخامة دي موجودة من زمان ولا جديدة؟ هي الخامة أصلا كانت منتشرة بره أكتر، يعني الصلصال الحراري اللي بدأوا بره، احنا بقى طبعا خدناه منهم. بس هي شبه الصلصال العادي، بس هي الفكرة انها بتخش الفرن فبتجمد، بتبقى قريبة من بين البلاستيك وبين يعني فخار، مش فخار قوي بس هي زي البلاستيك شوية. في أفكار بقى مختلفة، يعني ممكن دي مثلا الميك اب. بتشكليها ازاي؟ بنفس التولز بتاعت الصلصال العادي، عادي جدا برضو. تقطيع ممكن قطر حاجات كده هوت، يعني آلات حادة شوية عشان ممكن تقطعيها تشكلي بيها. تمام. والأسعار في متناول الناس ولا بتبقى غالية؟ لا الأسعار كويسة طبعا، بس هما برضو الناس بيستغلوا الحاجات الهاند ميد شوية يعني، بس أسعارها مناسبة طبعا. في معارض تانية بتشتركي فيها؟ الحقيقة لا، هو يعني المبادرة دي هي تقريبا تاني مبادرة ليا بس، لكن لسه ما اشتركتش في معارض أو بتلاقي صعوبات في التسويق؟ في التسويق أكيد طبعا شوية، وفي الخامات برضو شوية. عجبتني فكرة الحملة في إنها بتبقى يعني عايزة لمنتج أو حاجة شغله كله مصري، بعيد عن أي شغل تاني موجود في السوق. الحضارة اللي اندثرت من المصريين أو بسبب الاستيراد والمكسب. مشارك بإيه بقى في الحملة؟ أنا كان الشغل بتاعي عبارة عن مراكب جوه إزازة، بحب أركب مركب قطع خشب بجمع بيها جوه الإزازة وأبدأ أشتغل بيها بحيث إن تطلع شكل كويس أو شكل حاجة. ممكن برضو بعمل منها الأهرامات كلها قطع خشبية. دي عبارة عن مركب بتبقى كلها خشب. أول حاجة بنبدأ ندخل المادة اللي هي زي المية، بتبقى صلصال بس بيبقى ضعيف شوية، بيقدر يستحمل الليونة معايا. أقدر أحطه جوه الإزازة وأبدأ أثبته في الإزازة من تحت، وأبدأ أجمع الشغل المركب دي كلها من بره خالص، وأبدأ أشغل كل حاجة فيها كأنها بالظبط بتتعمل من أول وجديد، وأبدأ أفكها من أول تاني وأبدأ أشتغل فيها واحدة واحدة، بحيث إن أبدأ من جوه بحاجات بأدوات بسيطة برضو أنا اللي عاملها بإيدي، إن أنا أقدر أشغل الحاجة دي جزء جزء أجمعه وأبدأ أشغل فيها وأركب فيها لحد ما تكمل معايا واحدة واحدة. الشغل ده عن دراسة ولا موهبة؟ لا هو هواية، يعني ما فيش حد بيدرس. حتى أنا حاولت إن أتعلمه من حد هنا في مصر، ما حدش كان بيعمله خالص. فالفكرة كان جاتني من حد، كان برضو ناس أجانب كانوا طالبين يشتروا حاجة زي كده فما لقوهاش. فأول ما قالوا لي أنا استغربت الفكرة، فبدأت يعني أدور فيها أشتغل فيها شوية. أكيد هي حد بيعملها أو اللي بيشتغل فيها أو بيجمعها، أكيد مش من فراغ، يعني واحد زيه زينا اللي بيعمل حاجة زي كده، بني آدم وليه دماغه وإيدين وبيشتغل بيها. فبدأت أجمع الفكرة، بس بعد سنة واتنين بدأت أجمع الفكرة ونشتغل فيها الشغل ده.
بجدد الترحيب بأستاذة انتصار صلاح أحمد صاحبة فكرة حملة قومي يا مصر. أستاذة انتصار، في التقرير اللي احنا عرضناه شفنا أستاذ إبراهيم عنتر قدم فكرة لمجرد إن الأجانب طلبوها منه وبيسهر عليه وهي بعيدة عن شغلته الرئيسية، وبيقدم حاجة مصرية 100%. اعتقد ان سعرها ليه حق ان يكون السعر يكون عالي، بس اعتقد ان عنده مشكله في التسويق، ولا ايه رايك؟ عنده مشكله في التسويق، لانه بيشتغل دلوقتي شغل شخصي، بمعنى ان بيسوق لقرايبه او اصحابه او الناس المعارف فقط. وهي القطعه بتاخد اكيد في ايديه وقت هو كبير. استاذ ابراهيم كان قايل ان هو بيعمل في الشهر 3 قطع. انت متخيله يعني في الشهر 3 قطع؟ ما اصل الاعمال الفنيه الدقيقه دي عشان تخرج بمنتهى من الحرفيه بتاخد وقت وجهد وتركيز فظيع. طبعا. فهو بالنسبه له طبعا كالعاده زي كل اللي زيه بالظبط، اللي بينتجوا وبيتعبوا ما بيعرفوش بعد ما بيعملوا الشغل ما بيعرفوش يطلعوه بره، ما بيعرفوش يسوقوه، ما بيعرفوش يخرجوه كمان بره مصر ولا حتى جوه مصر. يعني بيشتغل في حدود دايره المعارف بتاعته. فده اللي احنا بنتكلم فيه. واحيانا بتبقى هدايا كمان يعني بترسل هديه عيد ميلاد، هديه فرح، هديه جواز. انا عايزه اقول لكم في الفاصل اللي احنا كنا بنعرضه كنت بدردش مع استاذه انتصار بقول لها ايه المشاكل الثانيه غير الخامات، ان الخامات المصريه تكون ذات جوده عاليه. قالت لي ان اصحاب المحلات عندهم ثقافه ان المستورد اسهل واريح لدماغهم. كلميني عن الموضوع ده اكتر. طبعا هو المشكله عندنا السائده ان انت فعلا لو دخلتي اي محل سواء كبير او صغير تلاقي الماركات الصينيه او التركيه او الهنديه او اي حاجه مستوليه على الفاترين كلها بتاعته. ففي شباب فعلا نزلوا محلات وحاولوا يعرضوا، عانوا من طريقه التعامل، انه حابب انه ياخد مستورد على طول، مش عايز يعرض شغل مصري لانه بالنسبه له ده عامله لود، مش عارفه ليه، مع ان هو المفروض يشجع المصري. هي عقده الخواجه ولا هو ليه وجهه نظر في ان المنتج المصري مش بيبقى الجوده المتانه؟ لا هو عقده الخواجه، لان اغلب الناس فعلا بتدور على ماركات، وده دي مشكلتنا كشعب عموما. تاني حاجه هو بس مع الحاله الاقتصاديه المعظم ما بيروحش لاسماء الماركات العالميه، حتى لو ممكن يعني يروح ممكن يروح لتقليد، ممكن يقبل بمنتج اخر لو جودته كويسه وشكله كويس، مش هبص على الماركه. والله هو بصي الماركه، يعني انت لو دخلتي في محلات بتدخليها دلوقتي تلاقي البلوزه فيها ب 4000 و 5000 بلوزه عاديه، وهتلاقي في محلات تانية برضو بلوزه ب 100 جنيه و 150 جنيه، دي انتاج مصري. وهتلاقي حاجات تانية يعني مش عايزه اقول اللبس، فيه لبس صيني، في لبس صيني كتير في البلد كتير، حتى الاساس والديكور كل حاجه بقت موجوده، اللي احنا بنعملها كلها بقت موجوده صيني. فانا عايزه احنا كاصحاب مولات، اصحاب محلات، كناس بتستورد، لا نركز بقى على بلدنا شويه، نركز على اننا نسوق لنفسنا شويه. كفايه تسويق لدول تانية، اوكي انت هتكسب من ده زي ما هتكسب من ده. فيا ريت كلنا نبدا نغير بقى الثقافه دي، حتى الناس اللي بتشتري، الناس المحترمين المستهلكين الحلوين، يعني يبداوا كده يركزوا في منتجهم المصري. انا لما بدخل اي محل اشتري اكسسوارز بقول له انا عايزه مصري على حسب المعروض. انت عارفه ان معظم الناس اللي ندور بقى شويه، ندور على مصري. عندي وقت محدود عشان انزل اشتري لبس، مش بيبقى الوقت فاضي، انا واحده بلف على المحلات رايح جاي ليل نهاري. المحل ده لو انا دخلت قلت له ده مصري، انا فعلا دخلت محل فبشتري اكسسوارز كده بقول له ده مصري، قال لي انت عايزاه ايه؟ قلت له انا عايزه ايه يعني ايه؟ قلت له انا عايزه مصري. قال لي خلاص يبقى مصري. يعني عارفه هو حتى كمان بيضحك عليكي، مكتوب عليه لا شاينا. فانا عايزه احنا نركز بقى، يعني نبدا احنا كشعب عايز بلده تقف على رجليها، نبدا نركز ان احنا نشتري المنتج المصري، حتى لو كان اغلى حاجه بسيطه، لو ارخص حاجه بسيطه، بس نبدا نشجع بلدنا، ده اللي احنا عايزين نوصل له. قولي لي ايه المنتجات التانية اللي احنا ما شفناهاش في التقريرين انت مهتمه بيها وفي صناعات في كانت معانا مدام وفاء، للاسف الريبورت بتاعها مش هيتعرض، كانت مصوره معانا. كانت بتنتج ايه؟ ملابس جميله جدا، سواريهات وملابس اطفال وملابس للبيت، كان عندها كميه شغل حلوه، ان شاء الله تتعرض فرصه تانية باذن الله. وكان معانا برضو الاستاذه لينا الشموع، كانت جايبه مجموعه شغل حلوه برضو، شموع عامله شموع بالودع وبالجل، وكانت حلوه قوي الشغل بتاعها، كان جميل برضو. فباذن الله يكون عفوا يكون في فرصه تانية ان شاء الله، يكون يعرضوا معانا باذن الله. غير بقى الناس اللي كانوا معانا في الحلقه، في ناس على الصفحه، على صفحه قومي يا مصر، شغلهم بالعربي ولا بالانجليزي؟ يعني قومي يا مصر بالعربي، وبين قوسين كده مشروعنا الصين المصريه، ودايما الناس بتعترض. مشروعنا ايه؟ الصين المصريه. يعني في ناس بتقولي ليه الصين؟ طب يعني ليه صحيح؟ يا ريت بس نوصل لنص الصين في شغل الانتاج بتاعها وفي المكن الداير جوه البلد دي. انا عايزه نبقى كده،
مش بقول ان انا بلدي اقل من الصين، انا بالعكس انا فخوره جدا بمصر. بالعكس المنتج المصري افضل من المنتج بس الصيني. انا حابه التكنيك بتاعهم، شغلهم، الناس هناك فعلا عاملين زي المكن بينتجوا، يعني في جوه كل بيت في 3 4 ورش. هو قيمة العمل هناك مختلفة، بالظبط، هو ده اللي احنا عايزين العمل نوصل له. قيمة أساسية في الصين. فكلمه الصين المصريه طبعا الناس بتعترض عليها، بس انا مقدره اعتراضهم وهي وجهات نظر. أنا معاهم. لكن انا حابه اني اقول مصر بلدنا المنتجه هتبقى اقوى ان شاء الله من الصين نفسها. إن شاء بايه؟ الله. بشغلنا وباجتهادنا وبحماسنا، ده اللي احنا عايزين نوصل له. لكن ما بقولهمش يا جماعه احنا هنبقى صين، لا احنا مش هنبقى، احنا هنبقى احسن من الصين ان شاء الله. بس لازم نشتغل، ولازم يبقى في حماس، ولازم يبقى في دعم من الدوله. يعني الصين قامت على الورش الصغيره، المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه قامت على الورش الصغيره، على الشغل اليدوي، بعد كانت انهارت اقتصاديا. في اسيا كبيره قامت بالزبط. على الصناعات فاحنا عايزين الصغيرة. نوصل للمرحله دي طبعا، يعني مش هنوصلها بسهوله، بس لازم كلنا نتعب فيها، كبير وصغير. المعوقات اللي بيجي الشباب بيقول لك بيقابلوها، انت بتحاولي تذلليها لهم من مجرد ان انت تديهم كلام تنميه بشريه، لا خالص. اجمدوا اصبروا مش عارفه، ولا بتحاولي تخاطبي المسؤولين؟ لا، هو انا دلوقتي بحاول فعلا ادور على يعني انا محتاجه من الحكومه بس اولا ان هم ان شاء الله لما العجله تدور يبداوا يرحموا الناس بقى في حته الناس الهاند ميد بالذات، في حته الجمارك والضرايب والكلام ده، لان دي ناس يعني يا دوب اللي بيكسبوه على قد عرقهم وتعبهم بالظبط، فمش هينفع يدفع ضرايب. في ناس كتير خايفه تشتغل عشان يقول لك لا انا لو اشتغلت وسوقت انا هيبقى عليا ضرايب، مع ان هي ممكن تشتغل بس خايفه. فاهماني؟ فدي نقطه انا حابه ان احنا نعمل سبوت كده عليها. طب أنا يعني حابة أطلب منك حاجة، إحنا في مصر من الواضح أن ثقافة المسؤولين في التعامل مع الإنترنت والإيميل لسه مش واصلة لكل الوزارات، إن أنت تعملي حملة طرق الأبواب، أنت عارفة اللي إحنا بنسمعها في الانتخابات، نلاقي ده المخطط القادم، المرشح يخبط على البيوت. لا فعلا ده هيحصل، خبطي على أكيد المسؤولين. أكيد. روحي وأول باب من هنا بخبط من هنا بقول نحن هنا يا جماعة، يا ريت حد يسمعنا يعني. وقناة القاهرة فتحت لك وصباح المحروسة بيارة شغلك. من هنا بدأت أقول يا جماعة احنا موجودين، احنا شباب بنحب مصر وعايزين نشتغل وعايزين ننتج وحابين ان البلد تقف معانا. طيب قولي لي يعني ايه احلامك وامنياتك، ايه اللي مستنياه من حمله قومي يا مصر بعد سنه كمان؟ إيه بعد سنه كمان طموحي ان كل محافظه في مصر يكون فيها معرض دائم للمنتجات المصريه فقط، تمام؟ في كل محافظه وفي كل مكان في مصر. وحابه كمان يبقى لينا معارض دوليه بره مصر دايما في اماكن محدده شعبيه في الدول كلها، مع التسويق الدولي لشغلنا بره مصر. طب قولي لي ايه اكتر الدول اللي بتنافسك؟ يعني انت قلتي لي الصين، تركيا، في الاكسسوارات انا هقول لك الهند بقوه منقطعه النظير. ايه تاني الاسواق اللي بتنافسك؟ البراندات بقى طبعا، بس البراندات عندنا ماليه السوق، فاحنا حابين ان احنا نبقى اقوى براندات في جوده منتجنا. يعني مش ده طبعا، هو في ناس بيقول ده حلم، بس ما فيش حاجه اسمها حلم، مع الشغل ومع الاصرار ومع الطموح الكبير ان شاء الله هنوصل. يعني الحلم هيبقى حقيقه مع الشغل والاصرار والاجتهاد. انا في نهايه الفقره بشكر استاذه انتصار صلاح احمد، صاحبه فكره حمله قومي يا مصر. نورتي استوديو صباح المحروسه. انا بشكرك جدا وسعيده جدا النهارده باللقاء معاكي، واتمنى اشوفك تاني باذن الله. باذن الله قريبا، والحمله محققه العديد من النجاحات يا رب ان شاء الله. مشاهدينا نخرج لفاصل وهنرجع لركن حواري مهم جدا يهم كل أسرة مصرية بتستعد للدراسة. فاصل وهنتابع ركن الحواري.